سلام البنات، ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. مرحبا بكم في قناتي. هذا اول فيديو في قناتي. بدينا بالزيتون، العوله تاع الزيتون تاع الشتاء. على بالي دركا راهو وقت الزيتون، راهو السوق معمر بالزيتون. كل واحد عنده طريقه يديرها بها، بصح واش راح نقول لكم يا البنات، الريحه راهي ما نحكيكمش الريحه تعودي حابه تاكلي درك. ما نحكيلكمش الريحه لا تطلع لي البنات. فيه الفلفل، فيه العصفر، فيه الرند، فيه طريقه تهبل تهبل تهبل. انا متاكده باللي راح تجربوها، راح تعتمدوها، مستحيل تبدلوها، بس الريحه راهي مطرطقه الكوزينه. واش راح نقول لكم بنات؟ ساهل ماهل، ما فيه والو. دوكا راح نبداو في كوزينتي المتواضعه. المهم راح نبداو الوصفه على بركه الله، ان شاء الله تعجبكم. سلام البنات، شوفوا لي المنظر بلا ما نهضر البنات. الريحه مطرطقه الكوزينه. واش راح نقول لكم؟ واش نخلي لكم الزيتون مرقد، هذا هو وقته. يلا نوضي جيب الزيتون ويلا رقدوا مع بعضنا. والله واحد الاحساس يا البنات وانتم ما ديروا فيه في الدار مش نورمال، ماشي كيما تشريه، كيما ديريه انتي وتحطيه. البنات لاغوسيت ساهله بسيطه، 5 دقائق ديريه وتنوضي. هذا الزيتون ما راح نخلوه، ما راح نصفوه، ما راح نحطوه في الماء، ما راح نخلوه يتصفى، ما والو. ريسيت ساهله وبسيطه، ما فيها والو. راك تشوفوا فيها حوايج بزاف مي هي ساهله. مهم البنات، هنا عندي الزيتون، هذا النوعيه تاع الزيتون. كاين انواع واشكال الزيتون راهي في السوق ما شاء الله. هذا النوع اللي كل عام انا نديرو، يعني هذه لاغوسيت تاع جوزتي وانا قعدت محافظه عليها يعني ما شاء الله. نتمنى البنات اللي شاف الوصفه يدعي لها بالرحمه، ربي يرحمها ان شاء الله. المهم البنات، هنا عندنا الزيتون بعد ما غسلته ونظفته وخلاص. بلا ما فتحته البنات. الفرق انك تفتحيه على جنب بالموس منه ومنه، انه يطيب ليه. انا عادي مانيش حبته يطيب ليه. تحبي تحليه بالموس، تحلي الحبه تاع الزيتونه بالموس، تحبي ما تحليهاش كيما تحب. المهم انا هنا عندي 3 كيلو تاع زيتون. 3 كيلو غسلتهم، حطيت لهم نص كيلو تاع زروديه. جبت زروديه ربيتها، حطيتها في الاشواق عادي. هنا نص كيلو، 3 كيلو تاع زيتون حطيت لهم نص كيلو. وحطيت لهم نص كيلو نتاع فلفل بارد، وفلفل حار. فلفل حار وفلفل بارد. ثم الى تحبي الحار حطي كامل حار، والا ما تحبيش الحار حطي كامل فلفل ما يكونش حار، يكون بارد. المهم هنا عندي ربطه تاع كرافس، غسلتها نظفتها وقطعتها كما راكم تشوفوا. هنا راني نحاول برك اني ندخل كامل المكونات مع بعضهم، باش من بعد كي نكون نعمر ما تكونش كل حاجه في جهه. هنا عندي فلفل حمر، فلفل حار حمر، ولا تحبي فلفل موش حار كيما تحبي. حطيت لهم 4 فصوص تاع الثوم، ولا 5 كيما تحبي، زيدي 5 6. انا حطيت 4 فصوص تاع الثوم، حطيتهم في الاشواق وحطيتهم عليهم، زيد لهم بنه والريحه كامله راهي في هذا المكون اللي هو الفلفل مع الثوم. هنا ثاني كان عندي قارص. هاي جبت القارص وقطعته على 4 وحطيته. القارص شحال؟ رطل قارص، ثم نص كيلو تاع قارص. 3 كيلو نتاع زيتون داولي نص نص نص، يعني نص زروديه، نص فلفل، نص قارص، وربطه تاع كرافس. هذا العصفر البنات، هذا اسمه العصفر، ماشي الزعفران، العصفر. راح تلقاوه عند العطار. كي تروحي عند العطار قول له اعطيني العصفر، تقدري تستغناي عليه عادي جدا. ما لقيتيش تستغناي عليه، حطي في بلاصتو شويه زعفران، وهذا ما كان على اللون. هذا يزيد البنه صراحه. الا لقيتوه جيبوه، الا ما لقيتوش خلاص تقدري تستغناي عليه. هنا جبت السانوش، حطيت واحد 3 بيدي هكا بقولي، يعني 4 مغارف معمرين. انا درت غير عيني ميزاني، بصح نتوما ديروا 4 مغارف معمرين سانوش. خلطت المكونات كما بعضهم. هنا تبدا تطلع لك الريحه ما شاء الله، ريحه هذوك الحبيبات تاع الثوم مع الفلفل الحار مع الزروديه مع السانوج مع مكونات كامل يزيدوا بنه على بنه. واش راح نقول لكم بنات، ديروها هاد لاغوسات وما تندموش راهي فاتت الخيال في البنه صراحه. هادو كامل يزيدوا بنه على بنه في الزيتون. المهم بعد خلاص ما حطيت كامل هاد المكونات مع بعضهم، جبت نفس الطبسي اللي كان فيه زروديه، حطيت فيه كاس نتاع
سيترون نتاع قارص معصور، قارص حطيت عليهم نص إطرة نتاع ماء. نتوما كملوها إطرة، كملوها إطرة كاملة. وهنا عندي ساشي نتاع ملح حطيت نصه، يعني نقدروا نقولوا كاس معمر تاع ملح. وثاني البنات نتوما تعرفوا يعني تعرفي تريقلي الملح وذوقي، حطي هكا بصبعك وذوقي الملح الى ناقص ولا زايد. انا 3 كيلو حطيت لهم نص ساشي نتاع الملح. الساشي فيه تقريب نص كيلو، حطيت له نصه يعني رطل، حطيت نص رطل نتاع الملح. وثاني يرجع لكم البنات خاطر الملح يختلف من نوعيه لاخرى. شوفوا انتم تعرفوا تريقلوا الملح. المهم انا جا عندي هذه هادو البلاستيك، واش يقولوا لهم راحت لي الاسم معليش. المهم اكتبوها لي في الكومونتير البنات الاسم، والله راح لي باللاره الاخر. المهم برطمان، المهم اللي تسموها كيما كل واحد كيفاش يسميها يكتبها لي. هنا جبت المغرف وبديت نعمر. الحق جتني كونتيتي ما شاء الله، ماهيش راح تكفيني، على بالي بلي شتيتها كامل بصح نزيد عليها شويه. المهم بعد ما كملت خلاص عمرتها، نحاول اني نهز كامل المكونات، يعني ما نهزش حاجه وحاجه لا، خلطيهم مليح مع بعضها. هناك كفاتني هذيك الاخرى كامله، راح تكتبوها لي في الكومنتير خاطر نسيتها ولا غير نسيتها. وهنا كانت عندي واحد البورتمونجي تدخل الفريجيدير، هذه كانت كبيره شويه، هي فرغتها وحطيتها، كملت كامل الكميه تاع الحوايج اللي بقاو. هنا خلاص كي كملت حطيتهم جاوني، هذه هي الكونتيتي. الحق جات ما شاء الله، بصح راح نزيد عليها مش راح تكفيني انا. يعني على بالكم بالزيتون في هذا الوقت يكون كاين، ومن بعد يعني بعد شهر ولا ما تزيدش تلقاه، سمح نزيد شويه يبقى لي على الاقل لحيانا ربي رمضان. المهم هذه الملح، ولا حبيتوا تزيدوا الخل زيدوا، انا ما نحطش الخل، تحبي تزيدي الخل زيدي كيما تحب. انا حطيت نص الكميه هنا ونص الكميه يعني نص كميه هنا ونص كميه هنا. ومن بعد كملتها ماء عادي، ماء عادي يعني عادي، ما تغليه وتخليه يبرد ومن بعد تكمليه الباقي كامل تكمليه ماء. بعد خلاص هنا كنت حسيت بلي شويه ناقص الملح، زدت شويه وزدت الضوغي تاني، يعني حطي صبعك وضوغي. ومن بعد خلاص نجيبو هنايا الزيت، راح نحطو الزيت. هاد المرحله هاد الخطوه مهمه جدا خاطر باش ما يعفنش من الفوق. راح نحطوا له شويه تاع الزيت، زيت زيتون ولا زيت كيما تحبوا البنات. وهنا عندي الرند، هنا هذا الوجه كامل عمروه بالرند، يعني هكا واحد الورقات تاع الرند باش ما يديرلكش هذيك لاكوش ويعفن، ما يديرلك يفسد. الرند يحميه انه ما يفسد. شوفوا هنا حطيت وهنا ثاني حطيت. ومن بعد نجيب عندك ساشي، عندك هذا البابي كيما تحبين البنات، اغلقوها كيما تحبوا. جيبي طرف تاع ساشي عادي جدا وحطيه وقف لي الاخر تاعك. انا هنا برك راح نوري لكم الطريقه اللي راح نخزنها بها. شوفوا بعد ما نقفلها مليح نقلبها هكا على فمها، يعني هكا نخزنهم نحطهم هكا على فمهم. وهذه ما نقدرش نحطها في نحطها عادي. الا حسيتي بلي الماء راهو يخرج من التحت حطيها عادي، ما تقلبيها ما والو. هنا بعد ما خلاص لميتها مليح ومن بعد نقفلها وخلاص. هذه هي البنات الوصفة سهلة مهلة. هذه توجد ان شاء الله في خلال 15 يوم. الى الحبة تاع الزيتونة حليتيها من بالموس راح توجد في 5-6 ايام. 6 ايام ان شاء الله يطيب وتاكليه بالصحة والراحة. البنات الوصفة بزاف سهلة وبزاف بنينة، وان شاء الله يا ربي تعجبكم. والى اللقاء في غرزة جديدة. باي باي.